إذا صافرة الحكم الدولي أحمد كاظم، وانطلاق مباراة ديالا والناصرية لحساب المجموعة الثانية لمعرفة المتأهل الثاني بعد أمانة بغداد بنفس التوقيت الميناء مع مصافي الوسط في بغداد. ديالا كان الترتيب ب 42 نقطة بعد الميناء ب 43 نقطة، بينما الناصرية تاسع الترتيب ب 22 نقطة. إكرام الضيف وعقيل محمد مدرب نادي الناصرية، والناصرية بالسماء على يمينك عزيزي المشاهد. يبدأ بعلي حسين بحراسة المرمى، خط الدفاع من اليمين إلى اليسار حيدر داخل، حيدر محمد، جمال كمال، باقر حسين. بالوسط مصطفى أحمد، هناك النيجيري جوزيف، عباس فوزي على محمد علي ستار، محمد حامد. هكذا يبدأ الناصرية، بينما ديالا بالبرتقالي صاحب العرض والضيافة ومدربه صادق حنون يلعب بكرار محمود بحراسة المرمى. خط الدفاع من اليسار إلى اليمين عباس عثمان، علي خالد، حسن رعد، عز الدين أحمد. هناك بالوسط مهدي حكيم، أمجد رعد، والبرازيلي هوغو. وعلى الجناح الأيمن مصعب جمال، شقيقة صديق جمال على الجهة اليسرى، وفي المقدمة علي كريم. كل التوفيق لديالا والناصرية بهذا اللقاء. حسن رعد حصل الكرة إلى الأمام، المحاولة قطع من باقر حسين، تصل الكرة إلى محمد حامد، هذا يدوب يعني 19 سنة عمره، 2004. مباشرة على محمد قريب مع علي ستار، علي ستار تلعب والى ركله مرمى لفريق نادي ديالا. لفريق الناصريه تلعب الكره، الانطلاق هذه المره خطيره خطيره، اوه ضاعت. علي كريم باول فرصه للبرتقالي، الهجوم من هناك تلعب وضرب التسلل وضاعت. كان ممكن الدقيقة 4 ديالا يتقدم بهدف. هناك لعلي خالد، تقطع الكرة من النيجيري جوزيف، تسديدة، محاولة، مسك محكم من حارس المرمى كرار محمود. مصعب يلعب الكرة، حاول يمر، مصعب جمال تلعب من هناك لعباس عثمان، تسديدة من عباس وإلى ركلة مرمى. ابعاد من حيدر محمد، كرة اللعب مهدي حكيم من هناك، الانطلاقة من صديق جمال، صديق جمال، خطيرة خطيرة خطيرة، مصعب جمال وضاعت. مصعب يعني كان ممكن يسجل، وكرة لعلي حسين. تماس راجع لي عز الدين أحمد، مصعب جمال، خطيرة وجول. علي كريم الدقيقة 24 ديالا يسجل بتمريرة من مصعب جمال، وبغاية الجمال علي كريم يفتتح التسجيل لنادي ديالا. هدف أول لديالا، هدف أول للبرتقالي بمرمى الناصرية. إذا ديالا يسجل هدف عن طريق الدافع علي كريم، وصل إلى هدف السابع الدقيقة 24. علي كريم يفتتح التسجيل طبعا لنادي ديالا. باقر صراع على الكرة، حصلها باقر،
باقر مع علاء، قطع هذه المرة علاء محمد، محاولة المرور، ابعاد لي الكرة لمهدي حكيم. مهدي حكيم هذه المرة لمصعب، مصعب جمال حصل الكرة خطيرة والإبعاد، إبعاد من الدفاعات. هجوم الآن، سهلة إلى الحارس علي حسين، حصل الكرة. عملية تمرير إلى اليسار، علاء محمد، انطلاقة من علاء وإلى الركنية، ركنية لنادي الناصرية داخل منطقة الجزاء، بعد من دفاعات ديالا، تعود لعباس، محاولة عالية داخل منطقة الجزاء وإلى كرار محمود. صديق جمال على التنفيذ، تلعب من صديق داخل منطقة الجزاء، رأسية، الله، كابتن علي خالد برأسية جميلة لكن مرت على مرمى الناصرية، كان ممكن هدف ثاني بهذه الرأسية. قدمت لنا واحد من نجوم الكرة العراقية الدولي السابق صلاح عبيد رحمة الله عليه. هناك حيدر عايد، الهداف علي جابر، فلاح حسن، مؤيد طعمة، سالم جميل، عبد العزيز عبد النبي، خطيرة خطيرة لكن تصل لعلي حسين. أمامية من علي، تماس لديالا لكن ياهي أجواء والله، يعني بالدوري الممتاز ربما 10 أندية لا تمتلك هذا الجمهور، على مسؤوليتي طبعا. جمهور رائع، أجواء طرب، أجواء فرح، حب، عشق للبرتقالي، لنادي ديالا. علاء محمد، عملية تمرير، محاولة، مصطفى قريب، ابعاد للكرة من الدفاعات، علي كريم، علي كريم، علي كريم، علي كريم، ثاني 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 لعلي كريم في المكان السليم، وثاني الأهداف، هدف ثاني لديالا عن طريق علي كريم. السفانة 2-0 على المصافي، والبرتقالي على الناصرية ب2-0. الدقيقة 33 علي كريم يضيف الهدف الثاني لديالا. والشكر طبعا موصول لهذه الجماهير الجميلة المحبة العاشقة لكرة القدم، المساندة لفريقها بالوصول إلى الدوري الممتاز. وهدف هدف 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 للناصرية، هدف للناصرية عن طريق علاء محمد بخطأ من كرار محمود، يتحملها كرار محمود حارس المرمى. هدف هدف للناصرية عن طريق علاء محمد، حلوة لعلاء بيسارية على يمين كرار محمود. هدف الآن
الدقيقة 39. الناصرية يسجل عن طريق علاء محمد. الدوري القطري بالنسبة لصادق حنون. علي خالد عملية تمرير، تمريرة ممتازة من حسن إلى عز الدين، خطيرة خطيرة. هوجو البرازيلي، لكن حصلها علي حسين. بالوسط صديق، تمريرة، تحضير من هوجو مع علي كريم، ما كملت. لقطة حلوة كانت لكن ما كملت. صراع على الكرة راجعة وصافرة الحكم الدولي أحمد كاظم. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، نهاية شوط المباراة الأول بين ديالى والناصرية بهدفين لديالى مقابل هدف وحيد لنادي الناصرية. لنا عودة بعد فترة الاستراحة. إلى اللقاء. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوط المباراة الثاني في ختام مباريات دوري الدرجة الأولى، ديالى مع الناصرية طبعا في ملعب نادي ديالى. لمن التحق بنا طبعا شوط المباراة الأول انتهى لديالى بهدفين مقابل هدف للناصرية. أهداف ديالى طبعا سجلت عن طريق علي كريم، بينما الهدف الوحيد كان لعلاء محمد. 3 تغييرات أجراها مدرب نادي ديالى السيد صادق حنون. أخرج حسن رعد وعز الدين أحمد ومهدي حكيم، وأشرك حسين جبر وحسن رحيم ورعد بهاء وعقيل محمد بنفس الأسماء. جول حسين جبر، حسين جبر البديل الناجح لصادق حنون. هذا بديل ناجح حسين، كل الزين ببيئة الرأسية طبعا بمرمى الناصرية. بديل ناجح بأول دقيقة. ثالث لديالى بالدقيقة الأولى طبعا من عمر شوط المباراة الثاني. ديالى يتقدم ب3 أهداف مقابل هدف على حساب نادي الناصرية. على الوسط أمجد رعد، من هناك الانطلاقة من مصعب، انطلاقة من مصعب جمال يحاول المرور، خطيرة داخل منطقة الجزاء، الراية والتسلل. شوف الجماهير عزيزي المشاهد، صدق أو لا تصدق، هذه مباراة من دوري الدرجة الأولى. شوف الحب، شوف العشق، الملعب على آخره، أكثر من 7000 إلى 8000 متفرج لغاية الآن. حلوة لهذا الجمهور، حلوة لجمهور مدينة البرتقال. أي نعم، اللون البرتقالي اللي يرمز إلى البرتقالة، إلى رمز المحافظة، لأنها تشتهر طبعا بزراعة الحمضيات. تبعد عن العاصمة الحبيبة بغداد 57 كيلومتر، يمر فيها نهر ديالى اللي يصب في نهر دجلة. ديالى مدينة البرتقال. أي نعم. صديق جمال على التنفيذ، صديق لديالى، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء والمحاولة، راجع الكرة هذه المرة أمجد رعد، عملية تمرير من هناك
أمجد في ساحة لعب طبعا نادي الناصرية، محاولة طالت الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لنادي الناصرية في الوسط. محاولة الآن من فوزي والراية والتسلل. الدولي واثق مدلل واضح بالصورة، رافع الراية. علي عبد العالي سيشترك بديلا لمصطفى أحمد في أول ورقة لمدرب الناصرية طبعا عقيل محمد. جوزيف يترك المباراة لهادي خالد، من هناك لعباس عثمان، انطلاقة من اليسار، مصعب جمال حاول يمر وخطيرة ومرت من الجميع. يعني فقط محاولتين بشوط المباراة الأول، واحدة هدف. مصعب جمال من هناك، عملية تمرير عثمان عباس خطيرة، كان ممكن رابع لكن ضاعت بتدخل طبعا من المدافع، كان البديل طبعا رعد بها بهذه اللقطة. عباس عثمان غير من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى بعد خروج عز الدين أحمد. انطلاقة من مصعب جمال، رابع دخل الحارس وضاعت على دياله، كان ممكن الرابع. شوف هاي اللقطة، يعني شوف الجماهير، جماهير دياله يعني واصلته بالاخبار الميناء فايز. وشوف الحب حلوة لهذا الجمهور، تكون مع فريقك بالانكسار وبالانتصار وفي السراء وفي الضراء، حلوة لهذا الجمهور، تحية حب. تكون مع فريقك وتشجع فريقك. جماهير ديالى الوفية طبعا لنادي ديالى، القادم أفضل إن شاء الله لهذا الفريق. كرة اللعب، حيدر داخل الناصرية، من هناك لباقر حسين، باقر عملية تبرير، محاولة عالية، الكرة داخل منطقة الجزاء، الراية والتسلل على نادي الناصرية. التمرير لمصعب جمال، محاولة تسديدة لكن تصل إلى علي حسين حارس المرمى. حاول طبعا مصعب جمال بهذه الكرة إلى الدوري الممتاز. أمامية الكرة خطيرة، علي كريم تصل إلى الحارس، قاعد يسبب بمشكلة حيدر محمد. تغيير، أمجد رعد يترك المباراة ل 25 علي حيدر. 10 دقائق على النهاية، سندخل الدقيقة 80. تقدم لديالا ب3 أهداف مقابل هدف للناصرية. انطلاقة من مصعب، حاول يمر مصعب مر إلى الركن، مرور ممتاز لكن قطع من علي حسين حارس المرمى إلى الركنية. مصعب جمال، مروره في غاية الجمال، يلعب الكرة مصعب
مع هوجو، راجعة ديالا، التسديدة لكن بعيدة، كانت من صديق جمال إلى ركلة مرمى لفريق الناصرية. سجاد بشير بديلا لصاحب الهدف علي كريم. بالمناسبة هذا اللاعب لعب للناصرية بفترة من الفترات ويلعب في ديالا. شوف يعني حلوة، يعني لاعب من الناصرية بديالا ولاعب من ديالا في الناصرية، وهذا هو عراقنا. عراقنا واحد إن شاء الله. صديق يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، طالت على سجاد بشير. هجوم لنادي ديالا، علي حيدر داخل منطقة الجزاء، عملية تحضير لكن القطع من عباس فوزي. حسن رحيم وإلى التماس. وكرة القدم هي العنوان الأبرز طبعا للرياضة، محبة، سلام، أمان. بالتالي شكرا لنادي ديالا. محاولة الآن تسديدة وبعيدة من صاحب الهدف على محمد. الدقيقة الأخيرة على نهاية اللقاء، سنلعب في الوقت بدل الضائع، ربما دقيقتين مقدرة من الدولي أحمد كاظم. سنلعب لغاية الدقيقة 92. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، ديالا يتقدم على الناصرية ب3 أهداف مقابل هدف. عملية تمرير، محاولة من سجاد بشير خطيرة، رابع ضاعت من عباس عثمان. ماس وأحمد كاظم. الدولي أحمد كاظم سيطلق الصافرة. أحمد كاظم يطلق الصافرة طبعا لنهاية لقاء ديالا مع الناصرية. ديالا ب3 أهداف بمقابل هدف لنادي الناصرية. أهداف ديالا سجلت عن طريق علي كريم، هدفين حسين جبر، هدف والهدف الوحيد طبعا كان للناصرية.